كيعشق المغرب رغم انه تزاد في فرنسا. طلب غريب نفذته ليه الجامعه، السبب اللي جعلو يحب اللقب ديال راس لافوكا. داكشي اللي ما كتعرفوش عن المدرب وليد الركراكي، المدرب اللي ولات سيرته على لسان كل مغربي وعربي. وليد الركراكي اللي كيقود اسود الاطلس لتحقيق الانجاز والتاهل لابعد نقطه ممكن نوصلوا لها، ولما لا نديو كاس العالم ان شاء الله. وليد الركراكي ماشي غير مدرب ذو كفاءه عاليه وصافي، بل هو شخصيه انسانيه رائعه وذو اخلاق عاليه غادي نعرفوكم عليها اليوم. غادي تعرفوا علاش هو انسان ناجح كيعشق المغرب رغم انه تزاد في فرنسا. تزاد وليد الركراكي سنه 1975 في محافظه كروبي ايسون الفرنسيه، ورغم انه تزاد وكبر في فرنسا كيعشق المغرب وكيموت عليه. وبات وليد الركراكي كيقول عليه هو بالفعل كيموت على المغرب، انه مجنون بالمغرب رغم انه عاش بزاف في فرنسا. كنت كنعيط على والد غير بالفرنسي الصغير باللي كان مازال باقي صغير، ولكن وليد كان كيفضل اللقب المغربي. وليد الركراكي بعد الاعتزال ديالو ما ترددش انه يرجع للمغرب ويخدم في بلاده، لانه كيشعر بانتماء كبير وراحه كبيره داخل المغرب. وليد بالفعل رجع للمغرب ولاسباب شخصيه وعلى راسها حب البلد قرر يرجع للمغرب ويستقر فيه، العكس اللي كيديروا الكثير من المحترفون كيفضلوا انهم يبقاو في اوروبا ويتكونوا يخدموا في بعض الانديه الاوروبيه. طلب غريب اللي نفذته ليه الجامعه، وايضا من الاسباب اللي خلات وليد يرجع للمغرب اللي رغبته الكبيره في التواجد دائما رفقه امه اللي ما يقدرش يبعد عنها بزاف. وايضا في هاد كاس العالم بقطر كتكون حاضره معاه في جميع المباريات. ام وليد الركراكي كتكون دائما برفقه العداء المغربي المشهور سفيان بقالي اللي كلفوا وليد الركراكي بمرافقته. وليد الركراكي بار بوالديه ومرضي مع والديه، وكيعتبر هذا هو سر النجاح ديالو. وطلب من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انها تتكفل بالوالدين ديال اللعابه اللي بغاو يحضروا مع اولادهم بقطر في كاع المباريات. وليد الركراكي عنده ايمان ان تواجدهم في المباريات غيكون فيه خير كتير، السبب اللي جعلو يحب لقب ديال راس لافوكا. في بدايه الامر كان لقب راس لافوكا كيستعملوه للتنمر ضد وليد الركراكي من طرف بعض الجماهير المغربيه، وخاصه ملي كان مدرب ديال فريق الفتح الرياضي. ولكن وليد الركراكي لانه شخص ذكي وعزيز عليه الضحك ما قلقوش هذا الامر بتاتا، ولكن بالعكس جعلها نقطه لصالحه، حتى انه ولا كيحب هذا اللقب وكيقولوا بزاف على نفسه، ولا الجميع وحتى الفيفا كيلقبوه براس لافوكا. وليد الركراكي كيقول انا ماشي مورينيو ولا غوارديولا، انا راس لافوكا وانا سعيد بهذا اللقب. وما تنساوش ان راس لافوكا ما كيمرش بسهوله في بلعوم البعض، وهذا الشيء يكفيني.